السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. إن شاء الله اليوم الجمعة في الأول، إن شاء الله اليوم عن جد حافل، حافل في معنى الكلمة. قبل ما أبلش الفيديو خليني أرحب بالمشتركين الجدد. أهلا وسهلا فيكم في عائلتنا. وكالعادة دايما ببدأ نهاري، وأكيد مش أنا لحالي، في كاسة الشاي أو فنجان قهوة أو أي إشي نشربه قبل ما نبدأ المعركة. على أساس إنه أنا كنت امبارح حاكي لأولادي إنه أنا ما بدي أشتغل يوم الجمعة، رح نرتب البيت ورح نشتغل كل شي، ويوم الجمعة رح يكون استراحة، هو غدا، بس غدا الجمعة أو الغدا بشكل عام يعني. وبعد هيك رح نضل هيك مع بعض في يوم استثنائي على أساس يعني. المفروض إنه يوم الجمعة يناموا زيادة أو ياخدوا وقت زيادة في النوم، بس ولادي لأ. لا ما بتفرق. بصحوا بدري وكمان بفطروا لحالهم. كنت أنزعج أول شي من هذه الخطوة، بس حكيت يلا هم بيعتمدوا على حالهم، بعطوني ساعة زيادة يوم الجمعة لأنا. كويت القميص لحتى يطلعوا على الصلاة، ودخلت على الشغل. كانوا هم ما شاء الله يعني رتبوا الصالون مثل ما بدي، غيرت ديكور السجادة، حسيت هيك شكلها أحلى. ما عملت مسح على الأرض. أنا كنت منظفة امبارح، بس طبعا الصبح يعني لو كنت شفتوا المنظر كان مأساوي. وأنا مثل ما حكيت كنت متفقة أنا وياهم إنه اليوم استراحة، ما في شغل، وهيك كان الشكل النهائي. اليوم الجمعة وأكيد عارفين شو غدنا لليوم. حتى أنا خالفت القوانين اليوم اللي كنت حطيتها، اللي هو لا عمل اليوم. رحت كبيت الزيت على السجادة، كان لازم أنظفها لأنه أكيد راح تعفس الدنيا وتبهدل الدنيا. غسلتها، وأكيد بعد ما غسلتها راح أنظف المطبخ، راح أشطف المطبخ. كنت دايما ليش بحكي عنها السجادة، هو مفرش صغير أو إيش بتحكوا عنه مش عارفة. المهم دايما بحطها هادي في الغسالة، بس لما غسلتها على إيدي اليوم حاسة إنها صارت تضوي. ممكن حطيت أكتر من فلور مع دواء الجلي مع دواء الغسيل، حطيتهم مع بعض عشان يروح الزيت، بس صارت تضوي حرفيا. جليت الجلي اللي حضرت فيه الغداء، نظفت الرخام منيح، نظفت خزاين المطبخ من مكان الزيت اللي انكب، وشطفت الأرضية، وخلصنا السجادة، وتركت عبد الكريم يعمل لي البلكونة لحتى يجهز الغداء. طبعا خلصنا الغداء، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا.
كما يحب ربنا ويرضى طبعًا. حكيت لازم ألِم شوي اللي في المطبخ لحتى المطبخ يضل نضيف. شايفين هذا الجزء محروق، طبعًا أنا أهملت هذا الجزء ما كان لازم أهمله. راح أدوّر على طريقة ممكن الخل والكربونة، مش عارفة أنا لساتني مترددة خايفة أخرّبهم، لإنه والله عن جد أنا حبيتهم هدول، خايفة أخرّبهم بس راح أجرّب. نضّفت ومسحت الرخامات ورجعت لمّعت المطبخ مرّة تانية لحتى يضل المطبخ نضيف. طبعًا متل ما شفتوا طلعت من المطبخ على هذا المنظر. أبو درويش إيش في؟ يعني أنا نضّفت ورتّبت وخلص يعني، وفي نية إنه إحنا ما نشتغل. بس طبعًا كان يعطيه العافية، اليوم كان إجازة، في العادة في يوم الجمعة حتى بعد الصلاة بيطلع. حكى لي: "مش أنتِ اللي حكيتِ لي أعمل الشبابيك؟" نعملهم. طبعًا الحمد لله عمل فحص سريع للأباجورات. الأباجورات كان فيهم مشكلة داخلية، لا بتخُص الكهربا ولا إشي، وإن شاء الله بتنحل يعني. فرحت أنا وما كان فيهم ريش متل ما كنت مفكرة. جيت على هذا الشباك اللي هو شباك غرفتهم اللي أنا نظفتها كلها طبعًا، وتركت هذا الشباك لحتى ييجي يوم يعمل لي إياه. أول شي متل ما أنتم شايفين الشباك كان في حالة سيئة جدًا، يعني كان متوسخ والحمام كان دايمًا عليه. لليوم طبعًا أنا مش عارفة كيف بدي أحل المشكلة، بس هو نضّف لي إياه كنت صدقًا مش عارفة أمد إيدي عليه من الشكل اللي كان هو فيه. طبعًا أنا بسرعة أخدت القزاز ونضّفته متل ما شفتوا، نضّفته تنضيفة عن جد حلوة ورجّع لي إياهم. وهيك عن جد إنه أنا ممكن أحكي إن أنا خلّصت غرفتهم. ممكن لو لاحظتوا قبل هيك أنا كانت البرادة ما أفتحها لإنه كان شكله فظيع. طبعًا ورجيتكم في الصورة في الأول كان شكله رهيب، رهيب. لا كنت عارفة أفكهم. أنا ما باعرف أفك هدول الشبابيك وما باعرف أحملهم. ممكن هدول حجمهم أصغر من اللي في الصالون في الصالة. بس كمان كان فكهم صعب. بس الحمد لله اليوم عطّل وعمل لي إياهم. صح إنه الوقت كان غير مناسب، بس الحمد لله مشى الحال. طبعًا أنا كنت معصبة، معصبة عن جد، وهو كان أبرد ما عنده. طبعًا خلّصت شغل اليوم الحمد لله. كانت غزل أخدت لي هذه اللقطة. كان الحمام شكله كتير حلو هيك بلف حوالين المنطقة عنا. الصورة مش كتير واضحة، بس لإنهم كانوا كتار كان شكلهم عن جد عن جد بجنن. كان شكلهم كتير حلو. ضلينا نتأمل في الحمام لحتى اختفى وغابت الشمس وإجا الليل. عجبني المنظر. ما بقعد على الشباك كتير أنا فترة المغرب، دايما الصبح. بس طلع المنظر في هذا الوقت أحلى. عملت قهوتي وشربتها بعد استراحة بعد الشغل. استراحة بعد الشغل اللي أنا كنت مقررة ما أشتغل. قررت بيني وبين نفسي إنه أنا ما أخطط. عن جد ما أخطط لليوم، لأنه أيام اليوم بمشي بعكس ما بدك. والحمد لله. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله بكون استمتعتوا معنا اليوم. بنشوفكم على خير.